السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نسأله في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونصلي ونسلم على خير الأنام، خير من صلى وصام، وخير من عبد ربه وقام، عبد ربه حتى أتاه اليقين. أحبتي في الله، في البداية أقول لكم أننا نحمد الله جل وعلا أننا أدينا هذه الفريضة جماعة في بيت من بيوت الله، نجلس في هذه البيت نتذاكر ويذكر بعضنا بعضا، فهو مجلس ذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن في هذه المجالس تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله جل وعلا في من عنده. يذكرنا الله جل وعلا في هذه اللحظات إن شاء الله عنده في الملأ الأعلى مع جبريل وسائر الملائكة. والحمد لله جل وعلا أن الله جل وعلا يقول لهذا المجلس: قوموا مغفورا لكم. وإذا وجد أحد منا جاء لغرض من أغراض الدنيا فإنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الحمد لله على هذه النعم. أحبتي في الله، أولا أو ثانيا الحمد لله الذي أبقى في أعمارنا وأطال في أعمارنا حتى بلغنا هذه الأيام من شعبان، ونسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان. فهذه نعمة عظيمة من الله، أن الله أبقى في حياتك، أن الله جل وعلا أبقى في حياتك وأمد في عمرك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإن شاء الله نكون منهم. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. هذه نعمة من الله عليك. هناك أناس في العام الماضي صاموا وقاموا وعبدوا الله جل وعلا، ولكنهم الآن تحت الثراء في المقابر في لحودهم. وهناك أناس في العام الماضي كانوا في معاصي وسيئات ماتوا وهم الآن في قبورهم. وهناك كفار ماتوا وهم في قبورهم. وهناك أناس انشغلوا بالدنيا وجعلوا الدنيا هي الباقية ولم ينظروا إلى الآخرة، بل اعتبروها كأنها فانية غير موجودة. هم الآن في قبورهم. فيا ترى ماذا يتمنى كل هؤلاء الأصناف من الناس في قبورهم؟ الذي عرف الله جل وعلا وصام وعبد الله وأطاع الله وامتثل أمر الله
إنه الآن يتمنى في قبره. ماذا يتمنى في قبره؟ أن يعود إلى الدنيا. لماذا؟ ليزداد من الأعمال الصالحة، ليكون له رصيد أكثر من الصالحات، من الحسنات، لأنه عرف الآن حقيقة مقدار قيمة الحسنة الواحدة التي قد ترفعه عند الله جل وعلا في الجنان العالية. وأناس عصوا الله ولم يتوبوا يتمنون الآن أن يعودوا إلى الدنيا ليتركوا المعاصي ويتوبوا إلى ربهم. وأناس كفروا بالله جل وعلا يتمنون الآن أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، كما قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما صاحب الدنيا الذي آثر الحياة الدنيا على الآخرة سيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. عرف أن الحياة الحقيقية هناك وليس هنا. إذن ألا تحمد الله جل وعلا أن الله جل وعلا أبقى في عمرك حتى تسير السير الصحيح، ويكون لرمضان إن وفقك الله جل وعلا للوصول إليه، يكون لرمضان معك شيء آخر، هدف كبير وصلت إليه تستغله في طاعة الله. هذا أمر لا بد أن تعرفه. أنت الآن ليس من أصحاب الأمنيات، أنت الآن في دار عمل، تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تتجنب يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أوت كتابية، يا ليتها كانت القاضية. تستطيع أن تتجنب هذا كله لأنك ما زلت في دار عمل، وهذه نعمة من الله جل وعلا. والناس مع رمضان مشارب وأصناف، كل يفرح بقدوم رمضان، كل يفرح بقدوم رمضان ويستقبله بفرحة غامرة، لكن تختلف مشاربهم وتختلف أهدافهم وتختلف مقاصدهم من استقبال رمضان والفرح به. فمن الناس من يفرح من يفرح بقدوم رمضان على أنه شهر الأكل والشراب والطعام، ومن الناس من يفرح بقدوم رمضان على أنه شهر سيقضي فيه الليل في الأفلام والمسلسلات، في البرامج وغيرها من برنامج الاختيارات. وصنف آخر يفرح بقدوم رمضان سينام النهار وسيقضي الليل في لعب القمار وفي لعب الضمنة وغيرها من هذه الألعاب. ضياع في ضياع، ضياع لفرص، ضياع لوقت ثمين. إن ضياع الوقت بحد ذاته جريمة، جريمة. فكيف إذا كان هذا الوقت وقت ثمين وفرصة قد لا تعوض؟ يقول علماء النفس إن ضياع الوقت جريمة انتحار، جريمة انتحار ترتكب على مرأى أو مسمع من الناس. ضياع الوقت جريمة، جريمة انتحار بطيء ترتكب على مرأى أو مسمع من الناس. كم نضيع من الأوقات
فما بالك إذا ضيع الإنسان فرصة عظيمة كرمضان. ومن الناس من يفرحون برمضان وهذا الذي نريده. لماذا يفرح المؤمن بقدوم رمضان؟ أو لماذا يفرح الناس الذين يعرفون قدر رمضان؟ لماذا يفرحون بقدوم رمضان؟ أولا نفرح بقدوم رمضان. رمضان فيه منح، فيه هبات، فيه نفحات، فيه عطايا من رب الأرض والسماوات لعباده. الله منحنا في رمضان منح وهبات وعطايا ونفحات منه لنا. ألا نفرح بشيء أعطانا الله إياه؟ ألا نفرح بهبات وأعطيات ومنح ونفحات قال الله جل وعلا هذه لعبادي وهو رمضان؟ ألم يقل الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله. ما هو فضل الله؟ هل قرأت كلام المفسرين؟ ماذا يقولون عن فضل الله في الآية؟ فضل الله في الآية كما قال بعض العلماء الإسلام. هو الإسلام الذي اختاره الله لنا. الإسلام الذي فيه عزنا وفيه سعادتنا وفيه فوزنا وفيه فلاحنا. دين ارتضاه الله لنا كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أليست نعمة الإسلام نعمة عظيمة؟ أليست نعمة الإسلام فضل من الله جل وعلا على عباده؟ ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الإسلام نعمة، ولذلك هذا الإسلام أنت تنتمي إليه. هويتك هذا الإسلام، انتماءك للإسلام. ماذا يعني انتماءك للإسلام؟ أن لك هوية، أن لك شخصية تميزك عن غيرك من الناس في كل مجالات الحياة، في كل أفعالك وتصرفاتك. لك شخصية مستقلة، لك هوية يعني تختلف عن هوية الأديان وأهل الأديان. ومن المفسرين من قال أن المقصود بفضل الله في الآية هو القرآن، أن الله أنعم علينا بالقرآن. فضل الله علينا بالقرآن. أليس القرآن كلام الله؟ ألست أيها الإنسان عندما تقرأ القرآن تكلم الله؟ تكلم الله؟ هل هناك فضل أعظم من أن يكلمك الله أو تكلم الله جل وعلا؟ من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله إيش؟ من يكمل؟ فليصلي. والصلاة فيها قرآن. هذا القرآن دستور حياة. هذا القرآن أنت به تسير على النور الذي جاء به النور محمد عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قرآن. ومنهم من قال أن المقصود بفضل الله هو بعثة محمد عليه الصلاة والسلام.
النبي عليه الصلاة والسلام كان للأمة منة من الله، عطية من الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا عليهم من أنفسهم أو من أنفسهم. هذه كلها تسير في طريق واحد، كلها فضل الله. الإسلام والقرآن وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام كلها من فضل الله. وأيضا يدخل من فضل الله في الآية ما أنعم الله علينا به من الطاعات المتنوعة التي تسير معك في حياتك كلها، أنواع الطاعات. أليست هذه فضل من الله؟ ويدخل في فضل الله ما أنعم الله به عليك من الصحة والعافية، من نعمة الأولاد، من نعمة الرزق، من نعمة الحياة. كل هذا بفضل الله جل وعلا وداخل في فضل الله جل وعلا. إذن ألا تفرح بعطية وهدية ومنحة أعطاك الله إياها فتستقبل رمضان وهو رمضان، فتستقبل رمضان بالبشر وبالفرحة والابتهاج؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نفرح برمضان لأن في رمضان عبادة لله، عبادة لله. إذن أنت تفرح بقدوم رمضان لأنك ستعبد الله في رمضان عبادة الصوم، ولأنك في رمضان تحقق ركنا من أركان الإسلام. ما هو؟ الصيام. إذن تفرح أنت بقدوم رمضان لأنك أولا في رمضان عبادة لله جل وعلا تحققها وهو الصيام، وتحقق ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5 أركان الإسلام. طيب، نحن الآن حققنا الركن الأول، الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهناك لفتة. لماذا في الحديث يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، ولم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أن الذي يشهد عند الموت يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلماذا لم يذكر رسول الله مع الشهادة؟ لأن رسول الله محمد رسول الله تبع للا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله قال معها: أشهد أن محمدا رسول الله. تقيم الصلاة، صلي. طيب، الآن الركن الثالث وهو الصيام. عبدت الله، وهل هناك أفضل من أن تتعبد الله جل وعلا بالصيام؟ هل هناك أفضل من أن تحقق ركنا من أركان الإسلام في حياتك فتكون من أهل الإسلام؟ إذن أنت عبدت الله وحققت ركنا من أركان الإسلام. ولذلك ما هي الثمرة؟ المحبة من الله، طريق الجنة. شوف معي، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، يناديه: يا رسول الله، يناديه. ثم سأله عما افترضه الله عليه من الإسلام. ماذا فرض الله علي من الإسلام؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. اسمع الحديث: لا، إلا أن تطوع. هذه ال5 صلوات مفروضة عليك، واجب. غيرها إلا أن تطوع، النوافل، نوافل الصلوات، قيام الليل، الضحى وغيرها، إلا أن تطوع. ثم سأله عن المال، قال: عليك الزكاة.
إن كان عندك مال، زكاة المال. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع صدقات الأخرى. وهكذا ثم سأله عما افترضه الله عليه من الصيام. قال شهر رمضان. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فولى الرجل وأدبر. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله والذي نفسي بيده لا أزيد ولا أنقص عن هذا، لا أزيد عن هذا ولا أنقص. أتدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ روايات متعددة. قال: أفلح إن صدق. الله أكبر. صام رمضان، صلى الصلوات، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إن عنده مال زكى، وإن كان قادرا على الحج وإن كان مستطيعا للحج ذهب. أفلح إن صدق. وقال في رواية أخرى: أدخل الجنة إن صدق. أما الرواية الثالثة فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. صلى وصام. ألا تريدون أن تكونوا من هذا الصنف فتستقبلوا رمضان بفرح واستبشار، فتصومون وتصلون؟ وإن شاء الله ينطبق علينا هذا الكلام: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إن شاء الله نكون كلنا. أفلح إن صدق، إن شاء الله نكون كلنا. أدخل الجنة إن صدق، إن شاء الله نكون كلنا. لماذا؟ ليس هناك مستحيل إذا كانت هناك إرادة وهمة وعزيمة لدى الإنسان. إذن أنت بهذا حققت عبادة وحققت ركنا من أركان الإسلام. فاستقبل رمضان بفرح واستبشار. لماذا نفرح بقدوم رمضان؟ الله جل وعلا هذا الشهر شهر كريم، شهر عظيم، شهر مبارك، لم يعطه الله جل وعلا لأمة من الأمم. لم يعطهم هذا الشهر الكريم وأن يصوموا، وإنما اختار أن يكون هذا الشهر الكريم لأمة محمد عليه الصلاة والتسليم. إذن هذا الشهر اختاره الله لنا، اختاره لخير الأمم، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: هذا الشهر كريم، مني هدية لكم، اخترته لكم، مكرمة مني لكم. ألا ترضى بمكرمة الله جل وعلا لك فتستقبل شهر رمضان بفرح واستبشار؟ يا أخي الكريم، نحن قطاع الموظفين لنا شهر ما نرقبش في النوم، يقولوا لنا معانا مكرمة. السعودي وسائل التواصل حديثنا ليلا ونهار عن هذه المكرمة، وفرح واستبشار لدى الجميع أنه معانا مكرمة، ونفرح بمن أكرمنا بها. وعاد ما هليش الله أعلم، لكن انظر الفرح اللي عند الناس، وأن لديهم مكرمة، وأن هذه المكرمة سينتفعون بها. مكرمة من أفضل؟ من أكرمك بها إنسان أو أكرمك بها الله رب هذا الإنسان؟ من؟ الله أكرمك
فاقبل مكرمته وهو شهر رمضان، واستقبل رمضان بفرح واستبشار. هذا هو المفهوم الذي يجب أن تكون عليه. ولذلك أمرنا الله بصيام رمضان، وجعل أجر الصوم عند من تكتبه؟ الملائكة. ما رأيكم يا شباب؟ من يكتب أجر الصيام؟ من يكتب أجر الصيام؟ الملائكة لا علاقة للملائكة بأن تكتب أجر الصيام. أجر الصيام لا يكتبه إلا الله، ولا يقدره إلا الله. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. ويدخل من ضمن الصيام أن الصائمون هم الصابرون، والصابرون ماذا أجرهم؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كم يا أجر لك بهذا الشهر الذي اختاره الله جل وعلا لك؟ فشهر رمضان يعزز الهوية، شهر رمضان فيه صيام، والصيام يزيد الإيمان، والإيمان يعزز لدى المسلم هويته بهذا الإسلام. الصيام شهر القرآن، والقرآن يعزز الإيمان، والإيمان يعزز الهوية لدى المسلم. وهكذا رمضان شهر الأخلاق، شهر القيم، شهر المثل، وهذه القيم تعزز الإيمان، وأيضا تعزز الهوية الإسلامية لدى المسلم. شهر رمضان شهر الوحدة، كل الناس يصومون في يوم واحد ويفطرون في وقت واحد، يبدأون صيامهم في الفجر ويفطرون عند أذان المغرب. توحدوا في الصيام، ووحدة الأمة هي توحيد الهوية الإسلامية. أليس كذلك يا أخوان؟ إذا نفرح بهذا الضيف القادم علينا، نفرح بشهر رمضان. لماذا؟ لأن شهر رمضان فيه تحقيق العبودية لله. أنت عبد لمن؟ غيرك عبد لبقرة، غيرك عبد لشجرة، غيرك عبد لفأر. تخيل معي أكاديمي عنده آخر شهادة من شهادة الدنيا، أستاذ بروفيسور في أعلى الشهادات، يعبد فارا، يحقق العبودية لفار، يبني قصرا ويبني معبدا لفار من أجل أن يعبده ويخضع له ويسجد له ويركع له، يقدم المال لهذا الفار. هويته وعقيدته الباطلة تجعله يفتخر بها أمام العالم كله. ألا تفتخر أنت بهويتك؟ ألا تفتخر بأنك تحقق العبودية لله جل وعلا بالصيام؟ ولذلك القضية مش قضية الصيام، تحقيق العبودية لله. ولذلك لما عرف بعض العلماء الصيام التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله. أنا قد أصوم لكن مش تعبد لله، عندي أمراض معينة، الصيام ينفعني فأمتنع عن الطعام من الفجر إلى المساء، فلا يعتبر هذا تعبد لله. لكن أن تتعبد الله بالصيام. ولذلك أنت عندما تجوع، أنت عندما تعطش، أنت عندما تمتنع ما أحله الله عليك تمتنع عنه في نهار رمضان، أنت عندما تحبس شهواتك، أنت بهذا تحقق العبودية لله جل وعلا. إذا لم تحقق العبودية لله في جوارحك
قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يعني أصبح صومك لا معنى له، شكلي ظاهري لا معنى له. قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، لأنه لم يحقق العبودية لله. ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، ما حقق القيام بطريقة صحيحة. ولذلك أنت تحقق العبودية لله جل وعلا فتفرح بقدوم رمضان، لأنك تحقق هذه العبودية لله جل وعلا. الذي لا يحقق العبودية لله بالصيام يصبح صومه عادة مش عبادة، يصبح صومه عادة، يصوم كما يصوم الناس ويفطر كما يفطر الناس. ولذلك أنت تحقق العبودية لله جل وعلا بالصيام. فهل نحقق العبودية الآن نمتنع عن الطعام والشراب تعبدا لله ونحفظ جوارحنا؟ لأن الجوارح إذا لم تحفظ أنت صائم لكن تنظر إلى الحرام، ما الذي حصل؟ زنا العينين، كذا وإلا لا؟ إيش زنا العينين؟ النظر. أنت صائم عن الطعام والشراب لكنك تسمع إلى الحرام، أنت مفطر، لم تحقق العبودية لله في هذه الجارحة. لأن السمع إذا أصبح في رمضان للحرام أنت أفطرت بسمعك، وهكذا لسانك، وهكذا جوارحك. إذن أنت تتعبد الله جل وعلا في رمضان، فافرح بقدومه لأنك تحقق العبودية لله. غيرك يعبد بشر، يعبد حجر، أنت بهذا الصيام تحقق هويتك الإسلامية. الذي يعبد البقرة لماذا يعتز بعبادة البقرة؟ لماذا يأخذ بولها ويتبرك بها؟ هو معتز بهذا الكلام، هو معتز بهذا الفعل، هو معتز بهذا الانتماء لهذا الدين الباطل. يعبد بقرة سخرها الله جل وعلا للإنسان، ومع ذلك يعتز بالانتماء لهذا الدين، ويعتبر هذه البقرة آلهة من دون الله. ألا تعتز أنت بدينك؟ ألا تعتز أنت بقيمك، بأخلاقك، بهذا الدين العظيم الذي جعلك حرا لا تخضع إلا لله ولا تركع إلا لله، حرا عقلا أعطاك الله إياه تميز به بين ما يضرك وما ينفعك. نفرح بقدوم رمضان. رمضان تغفر فيه الذنوب وتكفر فيه السيئات، كذا وإلا لا؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا رمضان شهر إيش؟ مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والسيئات. ألا تفرح بقدوم رمضان لأن فيه مغفرة للذنوب وتكفير للخطايا والسيئات؟ ألا تفرح؟ كم عندك من السيئات طوال العام؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إيش؟ مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب، بالله عليك أخي الكريم ولد الطيب، شهر فيه أعمال صالحة تأخذ سيئاتك وترحلها وتذهب بها، وتأخذ ذنوبك وتكفرها ويغفرها الله جل وعلا
ألا تفرح بقدوم هذا الشهر الكريم؟ ألا تفرح؟ الناس أحيانا يفرحون بقدوم رمضان كلنا، لكن علينا أن نصحح المسألة. أنا واحد منكم، أنا ما نشاء، أنا زيكم، نفرح بقدوم رمضان، وهذا طبعا هو مشروع، لكن ما هو في الهدف. نطلب فطرة، شيء مشروع، نطلب فطرة، نطلب زكوات، نطلب يعني من يعطينا مال حتى نسدد ديوننا، حتى نشتري راشن لبيوتنا، حتى نستطيع أن نعالج جهالنا. فرحنا بقدوم رمضان بهذا الشيء، هذا مشروع لكنه مش الهدف. لا تجعله هدف، هو بياتك إن شاء الله. كلنا حتى المكالب حقنا، المكالب حقنا بتكلم عن رمضان، حتى أنا المكالب حقي وحيد ابنه تقول الفطرة حق رمضان جيب اللي عندي، ما لك دخل فيه. ودي حقيقة، الفطرة حق رمضان ما لك دخل فيه، جيب اللي عندي مصاريف يعني، لأنه هدفنا أن رمضان هو شهر الخير والبركة، هو فعلا شهر الخير والبركة، لكن لا نجعله الهدف. هذا إن شاء الله سيأتي لنا، إن شاء الله سيأتي لنا وسيفرج الله همنا وكربنا. ورمضان هو شهر البركة، شهر الخيرات، لكن اجعل هدفك الأسماء هو كيف ترضي ربك، كيف ترضي ربك، كيف تحقق الصيام. قل كيف سأصوم رمضان، قل كيف سأقوم رمضان، قل كيف سأحاسب نفسي في رمضان، كيف ما هو البرنامج الذي سأعمله حتى أخرج من رمضان وقد غفرت ذنوبي. النبي عليه الصلاة والسلام بين من هو الشقي والخسران. من دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له، من دخل عليه رمضان وخرج من رمضان ولم يغفر له، هذا هو الشقي والخسران. وإذا قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم لم يغفر له. بالله عليك، الله أعطاه فرصة، الله أمد في حياته، الله أعطاه صحة، الله أعطاه عافية، لم يأخذ روحه، أبقاه، دخل عليه رمضان، استمر في المعاصي، لم يفكر في حقيقة شهر الصيام وأنه عبادة لله. خرج من رمضان، دخل رمضان، خرج من رمضان ولم يغفر له، شقي خسران. دعا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر عند المنبر عندما أتاه جبريل عليه السلام، جبريل يدعو والنبي يؤمن، كما جاء في الحديث الشقي من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فقل آمين، قال آمين. طيب بالله عليك، واحد يدعو عليه جبريل ويؤمن على دعاء جبريل النبي، مو من خير معه. إيش من خير معه؟ إذن عليك أن تفهم ما معنى الفرح برمضان. أما الأشياء الأخرى طبعا كلنا نفرح، لكن نجعل الهدف الأسمى والهدف الأكبر والهدف الأول هو كيف نعبد الله في رمضان. رمضان شهر نحقق فيه التقوى، ولذلك نفرح بقدومه، لأن طوال السنة نحن ما لنا، يضعف عندنا الإيمان، تضعف عندنا التقوى نتيجة للدنيا ومشاغلها. فما هي التقوى؟ الله ذكر هذا في آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى فرض. التقوى نحققها في رمضان. افرح. ما هي التقوى؟ بما عرفها الإمام علي. من يقول؟ بما عرف الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه التقوى: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هل عندنا هذا المفهوم؟ هل عندنا هذا المفهوم؟ أننا نحقق التقوى. باختصار التقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. أي التقوى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. بعض الناس في رمضان قد الشيطان محبوس، قد الشيطان يعني مقيد، تجد عنده الشيطان في رمضان أكثر. لماذا؟ لأن الله يريد أن يقول لنا
والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا، الله يقول لنا حتى إن حبست الشيطان عنكم فهناك نفس أمارة بالسوء لها دور في أنها تجلبك إلى المعاصي، فاحبس نفسك كما حبس الشيطان، احبس نفسك. إذن علينا أن نحقق التقوى في رمضان، وأن نتربى بالأخلاق الفاضلة في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا ضالا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لمن حضر هذه المحاضرة ولوالديه، افتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا شعبان بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الذين يطيعونك ويعبدونك يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا، اجمع كلمتنا، لم شعثنا، آخي بيننا، اجعلنا إخوة متعاونين، إخوة متراحمين، إخوة متعاونين على البر والتقوى. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده بنحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اغفر اللهم لمن عمر هذا المسجد ولوالديه، ولمن صلى فيه ولوالديه، ولمن علم فيه القرآن والحديث ولوالديه، ولمن سعى في مصالحه سابقا ولاحقا ولوالديه. اغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وجزاكم ربنا خير الجزاء، واعذرونا عن الإطالة.